السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اساطير؟ عاملين ايه؟ شو الاخبار اليوم؟ طبعا الدنيا بايظة خالص. مفيش طبعا لايكات، مفيش مشاهدات، مفيش دعم، مفيش اي نيلة خالص. الحمد لله على كل شيء. بس ما علينا، يعني انا هعمل اللي عليا بقى وخلاص. وهحاول انزل يعني مثلا كل كام ساعة كده 5 فصول. تمام. ونشوف كده الدنيا، كده نجرب التجربة ديت كده، يا مسهل الاحوال كده، يمكن تجيب. يا مسهل. طبعا هنبدأ يا جماعة. طبعا احنا هنحاول بقدر الامكان كده ان احنا نخلص في اسرع وقت من الاوقات، يعني في اسرع وقت ممكن. هنخلص الرواية بتاعت الانتقام عدالة قاسية ولو بعد حين. ونستنى بقى كده لغاية ونستنى اللي هما ال3 فصول اللي بينزلوا كل يوم. عشان نبقى ماشيين مع الترجمة. تمام يا شباب. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنبدأ برواية الانتقام عدالة قاسية ولو بعد حين. الفصل 616. قدم عرضا. كان الليل هادئا وباردا. وقف فارس وحيدا على ضفاف بحيرة الضباب، يتأمل سطح الماء الهادئ المنعكس عليه ضوء القمر الخافت. ولكن على الرغم من جمال المشهد لم يستطع فارس أن يجد السلام الداخلي الذي يبحث عنه. أثرت تصرفات طاهر في مقهى أوجينا بشكل عميق على فارس. تساءل عما كان يمكن أن يكون عليه مصيره ومصير والدته لو كان والده رجل مخلصا مثل طاهر. هز رأسه بأسى، محاولا طرد تلك الأفكار المؤلمة من ذهنه. لقد مرت عشرات لقد مرت 10 سنوات، ولم يعد هناك جدوى من التفكير في الماضي. رنين هاتفه المفاجئ أيقظه من أفكاره. نظر إلى الشاشة ليرى أن المتصل هو رشوان والد كارمن. تساءل فارس لماذا يتصل بي في هذا الوقت المتأخر. لديه انطباع جيد عن رشوان، فهو من القلائل الذين لا ينظرون إليه بازدراء بسبب خلفيته الريفية. أجاب فارس على المكالمة، فسمع صوت رشوان متوتر عبر الهاتف. فارس، أين أنت؟ اخبرني وسأتي لاصطحابك الآن. تفاجأ فارس قليلا وسأل عمي سواس: ما الأمر؟ أصر رشوان على يلتقي أولا قبل أن يشرح له ما يجري. وافق فارس على مضض وأخبره بمكانه. بعد 10 دقائق توقفت سيارة أودي A8 أمام فارس. قال رشوان بقلق وأشار إلى فارس أن يركب. فارس: اركب بالسيارة بسرعة. تعال معي إلى منزل عائلة السواس وأخبرك بكل شيء في الطريق. أدرك فارس أن الأمر خطير وأن رشوان بحاجة ماسة إلى مساعدته. ركب السيارة دون أن يطرح المزيد من الأسئلة. في الطريق سأل فارس بجدية عمي السواس: ما الذي حدث؟ هل تحتاج إلى مساعدتي؟ أمر رشوان برأسه وقال: نعم، أحتاج إلى مساعدتك يا فارس. إنها مسألة حياة أو موت لعائلة السواس، لذا يجب أن تساعدني. شعر فارس بالصدمة. لم يتوقع أن تكون الأمور بهذه الخطورة، ولكن بعد لحظات تغير وجهه إلى الأخضر عندما علم بما يريده رشوان منه. رفض فارس بشكل قاطع وهز رأسه مرارا وتكرارا. ماذا تريد؟ تريد مني أن أتظاهر بأنني زوج ابنتك في مأدبة العائلة الليلة؟ لا، مستحيل. كيف يمكنني أن أفعل ذلك؟ لمعت عينا رشوان وهو يقول بإقناع: لا، أنت رجل. بالإضافة إلى ذلك فارس، أنا أتوسل إليك هنا. كنت سهري لهذه الليلة حتى نستطيع خداع بقية العائلة. ليس كأنني أطلب منك أن تكمل الزواج مع ابنتي. وعلى أي حال، حتى لو قضيت الليلة مع ابنتي فإنه ليس خسارة بالنسبة لك لأنك رجل. وواصل فارس هز رأسه وقال: لن أفعل ذلك. من السهل جدا أن يسبب ذلك سوء فهم، وعلاوة على ذلك حتى لو وافقت فابنتك لن توافق أبدا. صاح رشوان: لن تجرؤ. يامن، لا تقلق على كارمن. سأعتني بها، ثق بي. ستتعاون تماما معنا. على كل حال، لست الوحيد الذي يكره منصور من عائلة مكرم. كارمن تكرهه أيضا. إذا لم تساعدنا في العمل، ستجبرها جدتها على الزواج من منصور. ابتسم فارس بمرارة وهو يجيب: عمي السواس، ألم تقل إن منصور يأتي من عائلة غنية ونافذة؟ وإن عائلة مكرم هي واحدة من أكثر العائلات نفوذا في مدينة التوفيقية، بل إنه أقوى من عائلة السواس. من الناحية النظرية تتزوج النساء من أعلى طبقة اجتماعية، لذا يجب أن تكون سعيدا بهذا الارتباط. فلماذا إذن تبذل قصارى جهدك لإفساد هذه الفرصة؟ بعد الاستماع إلى قصة رشوان، استطاع فارس أن يفهم الموقف. لقد جاء منصور الابن الأكبر لعائلة مكرم
إلى منزل السواس حاملا هدايا باهظة الثمن، وبدا أنه يريد طلب يد كارمن للزواج. وبما أن عائلة مارك كارمن تتمتع بنفوذ كبير في مدينة التوفيقية، فإن معظم أفراد عائلة السواس كانوا سعداء بفرصة الزواج هذه، وحتى والدة رشوان أحبت منصور، ولكن لسبب ما لم يعجب رشوان منصور ورفض السماح بالزواج. ومع ذلك لم يستطع تحدي والدته دون سبب وجيه لذلك. لم يجد أمامه خيارا سوى اللجوء إلى فارس ليتظاهر بأنه صديق كارمن ويجعل منصور يتراجع عن الزواج. أوضح رشوان وهو يهز رأسه على أسئلة فارس: فارس، أنت لا تفهم. ثم تابع: أنا أعرف ابنتي جيدا، لديها شخصية متغطرسة ولا يمكنها تحمل أي ظلم. إذا أراد شخص مثلي أن يكون لها زواج سعيد فعليها أن تتزوج من شخص أقل منها مكانة اجتماعية، وإلا فسوف تتعرض للتنمر من قبل أهل زوجها. ارتعش طرف عين فارس بمهارة عندما سمع هذا. يا إلهي، إذا يعتبر رشوان أن زواج كارمن مني هو الزواج من شخص أقل منها مكانة اجتماعية. أدرك فارس أخيرا سبب استمرار رشوان في محاولة التوفيق بينه وبين كارمن. بالطبع هذا ليس سوى إحدى الأسباب التي تجعلني أعارض هذا الزواج، والسبب الثاني هو أن أعمال عائلة مكرم تتداخل كثيرا مع أعمالنا. لقد طلب رئيس عائلة مكرم مشاركتنا عدة مرات ويريد أن تصبح مجموعة السواس واحدة من الشركات التابعة لهم. تعتقد والدتي أن الشراكة فكرة جيدة، وأن الحياة ستكون أسهل بدعمهم لأن عائلة مكرم أكثر نفوذا منا، وهي تعتقد أن ذلك سيجعل من السهل علينا التطور. توسل رشوان وهو ينظر إلى فارس، لكنها لا تعلم أنه في اللحظة التي نندمج فيها ستبذل عائلة مكرم قصارى جهدها لتجريد عائلة السواس من سلطتها على مجموعة السواس، وستكون عائلة سواس تحت رحمتهم. هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعلني لا أستطيع قبول الزواج الآن، وقد أبدت عائلة مكرم اهتمامها بالزواج من كارمن. لا يسعني إلا أن أشك في أنهم يخططون لابتلاع مجموعة السواس في المستقبل. لذا فارس، يجب أن تساعدني الليلة، أتوسل إليك. تنهد فارس بلا حول ولا قوة، ثم أومأ برأسه ووافق. قال فارس مرة أخرى: لكن عليك أن تعدني بأن الأمر مجرد تمثيل. أيضا الأمر فقط لهذه الليلة، ولن أكون زوج ابنتك أو صديقها بعد انتهاء المأدبة. ضعك رشوان منزعجا: يا لك من شاب عنيد، أنت تجعل الأمر يبدو وكأنني لا أستطيع تزويج ابنتي لأحد غيرك. حسنا، أعدك بأن الأمور ستسير كما تريد. هز رشوان رأسه وهو يبتسم. لقد أحب فارس أكثر في قلبه وشعر أنه مختلف. طبعا ده أكيد أنه مختلف جدا يعني. ماشي نكمل. طبعا يا جماعة انا مش هقول لكم ولا تشتركوا في القناه ولا تفعلوا زر الجرس ولا تعملوا لايكات ولا بتاع، اعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه عادي مش فارقه. ماشي يلا بينا نكمل. الفصل 617 يتبع الاعتماد على الجده. لو كان الامر يتعلق باي شخص اخر بخلفيه فارس لكان الرجل سعيدا جدا بالزواج من ابنه رشوان، ولكن على الرغم من كل جهوده في التوفيق بينهما رفض فارس قبول ابنته. ومع ذلك لم يكن رشوان قلقا بشأن ذلك. كان عليهما أولا تجاوز هذه الليلة. مع الوقت قد تنمو مشاعر لبعضهما البعض. كان عليهما أن يأخذ الأمر خطوة بخطوة ببطء. كانت كارمن في طريقها بالفعل إلى المنزل. عندما كان فارس متجها إلى منزل عائلة السواس مع والدها، اتصلت الجدة بكارمن في فترة ما بعد الظهر، وأخبرتها أنه من الضروري أن تأتي لتناول العشاء الليلة. كاميليا: لماذا تعتقدين أن الجدة تحتاجني بشكل عاجل؟ هل تعتقدين أنه فخ؟ تتمتع جدة كارمن بالكثير من السلطة في عائلة السواس، لذلك لم تجرؤ كارمن على معارضتها عندما يتعلق الأمر ببعض الأمور. اتصلت كارمن بكاميليا باستخدام سماعة الأذن أثناء القيادة. بالمناسبة كاميليا، هل اتصل بك ذلك الوقت؟ لا تقلقي كثيرا، لا فائدة من الغضب بسبب مثل هذه الأشياء. لابد أنه يتحدث ويسمل مع فتيات من الريف يعملن في المدينة بينما تشعرون بالضيق. كاميليا: كنت أمزح فقط، لا تأخذي الأمر على محمل الجد. لقد وصلت إلى المنزل، لذلك علي أن أغلق المكالمة. وداعا. بعد وقت قصير من إنهاء كارمن المكالمة وصلت إلى المنزل وتوقفت أمام الفيلا. وصلت سيارة رشوان في نفس الوقت تقريبا. سألت كارمن وتتجه نحو والدها: أبي، هل وصلت للتو؟ لم تتخذ كارمن سوى بضع خطوات حتى عندما لمحت ظل فارس بجانب رشوان وفتحت عينيها على مصراعيها على الفور. سألت كارمن بشكل لا يصدق في اللحظة التي رأت فيها فارس: فارس، ماذا تفعل هنا بحق الجحيم؟ هل كنت تختبئ خلف والدي خوفا من أن ينتقم منك فتحي والآخرون؟ يا إلهي، هل تسمي نفسك رجلا؟
كنت تخشى انتقامهم، لذلك اختبأت بعيدا وتركت زوجتك بمفردها في المنزل. كان الأمر كما لو أن كارمن قد رأت شبحا. وبخ رشوان وهو يحدق في ابنته بمجرد أن سمعها: كيف يمكنك التحدث بهذه الطريقة؟ لماذا تتحدثين بطريقة بذيئة؟ ليس لديك أي نوع من ضبط النفس الذي يجب أن تتمتع به المرأة. لا أعجب أن فارس لا يريد الزواج منك. قالت كارمن بغضب: ماذا؟ هل يحق الأمثال أن يختار ما إذا كان يريد مواعدتي؟ أنا لست مهتمة، اخبره أن يرحل. كيف يجرؤ ذلك الفقير القادم من الريف أن ينظر إلي بازدراء؟ غضبت كارمن بلا شك. قال رشوان بهدوء: لا يمكنه المغادرة، سيتناول العشاء معنا الليلة. ماذا؟ سألت كارمن وهي تحدق بشدة: أبي، هل تريد حقا أن يتناول العشاء معنا الليلة؟ رفضته بشدة: مستحيل أبي. الجدة قالت إنه أمر عائلي الليلة. فارس غريب، ما الذي يعطيها الحق في حضور عشاء عائلتنا؟ كارشن بعمق كان غاضبا بشكل واضح. ما الحق؟ إنه زوج ابنتي المستقبلي والزوج الذي اخترته لك. بالنظر إلى مكانته، لديه كل الحق في حضور عشاء عائلتنا. بدا صوته حازما لدرجة أنه لم يكن هناك مجال للتفاوض. صدمت كارمن أكثر لسماع هذه الكلمات. فتحت شفتيها القرمزيتين الكرزتان شفتيها الكرزتان ماشي على مصراعيهما، لدرجة أن تفاحة يمكن أن تتسع في فمها. سألت كارمن في حالة ذهول: فارس سهرك وزوجي؟ كل هذا العالم مجنونا. كان والد كارمن نفسه يضايق زوج كاميليا ليكون زوجها. ماذا ستظن كاميليا بي إذا علمت بهذا؟ قالت كارمن تهز رأسها مرارا وتكرارا: لا، لن أسمح بذلك. بالتأكيد لا. لم تستطع السماح لفارس بحضور العشاء كصديقها. أوضح فارس: كارمن لا تسيء الفهم. ما يعني والدك هو إنه يريد مني أن أمثل معك. سألت كارمن في حيرة أكبر. تمثيل؟ ثم أخبر رشوان بما حدث بالتفصيل. قال رشوان ببرود وهو ينظر إلى ابنته: يمكنك أما اختيار إتباع نصيحتي والعمل مع فارس لإخداع عائلة السواسة الليلة، أو الزواج من منصور في المستقبل كما تتمنى جدتك. أنت تختارين. انزلقت كارمن في معضلة، لكن سرعان ما توصلت إلى قرار. سوف يسبب التمثيل مع فارس إزعاجا مؤقتا فقط. إذا تزوجت من منصور سيتعين عليها المعاناة مدى الحياة. كان من الأفضل التغلب على الألم الآن بدلا من إطالة عذابها. نظرت كارمن إلى فارس وقالت بصرامة: فارس، إنها مجرد تمثيلية. بعد المأدبة لن نكون مرتبطين بأي شكل من الأشكال أيضا. لا يمكنك إخبار أي شخص بهذا الأمر. كان من الموجب بالفعل أن تجعل زوج صديقتها يتظاهر بأنه صديقها. لذلك من الطبيعي أن كارمن لم تكن تريد أن تعرف كاميليا بذلك. ثم ابتسم فارس بسرعة ووافق: إنه اتفاق. لو لم يكن الأمر بسبب رشوان، لما تورط فارس في مثل هذه الأمور أو مع كارمن. كانت كلمات كارمن هي ما أراده فارس بالضبط. قال رشوان وهو يبتسم بمرارة عندما سمع ابنته تقول نفس الشيء الذي قاله فارس: الشباب هذا الجيل. تساءل عما إذا كان الشباب هذه الأيام يجب أن يكونوا متغطرسين للغاية. يكفي، دعونا ندخل الآن. جدتك والآخرون يشعرون بالقلق. أوه نعم فارس، لقد ساعدت في تحضير هدية. فقط اعطها لأمي لاحقا وقل إنك أحضرتها لها. خطط رشوان لكل شيء وساعد فارس في تحضير هدية، ثم دخل الثلاثة إلى المنزل. قالت سيدة عجوز أنيقة وهي تبتسم في غرفة المعيشة: منصور، لم أراك منذ سنوات. لقد أصبحت ناضجا جدا الآن. ستكون جاهزا لخلافة والدك في أي وقت من الأوقات. كانت هذه السيدة العجوز هي أعلى رتبة في العائلة ووالدة رشوان. جلس شاب أنيق يرتدي بدلة وساعي رولكس على معصمه بجانب السيدة العجوز، يتمتع بسلوك مهذب، ومن الواضح أنه من العائلة غنية ونافذة. نعم، منصور مكرم، الوريث المستقبلي لعائلة مكرم من مدينة التوفيقية. كلما نظرت إليه الجدة ازدادت إعجابا به، حتى أنها امسكت بيده أثناء الدردشة. بصرف النظر عنه، كان أعمام وأبناء عمومة كارمن هنا لتناول العشاء أيضا. أجاب منصور بتواضع: أنت لطيفة جدا جدتي. ثم نظر حوله وسأل بفضول: جدتي ألم تصل كارمن بعد؟ كانت عائلة الجدة في مدينة التوفيقية، لذا كنت تربطها علاقة بعيدة مع عائلة مكرم. وفقا لأكاديمية الأسرة، كانت تعتبر حقا جدة منصور. قالت الجدة وهي تضحك: لماذا؟ ألا تستطيع الانتظار لرؤيتها؟ أم إنك متوتر بشأن رؤية زوجتك المستقبلية؟ منصور لا تقلق، سوف تساعدك الجدة. أنت متميز.
لذا عليك فقط أن تؤدي أداء جيدا لاحقا. سأساعدك في تأجيج النيران من على الهامش. سيكون زواجي بكارمن أمرا واقعيا الليلة إلى حد كبير. لا تقلق، كارمن مطيعة جدا لي. تنفس منصور السعداء على الفور وقال: إذن أنا أعتمد عليك. يطبع الفصل 618. غضب كارمن. أمي، آسف لأننا تأخرنا. هل منصور هنا أيضا؟ هذا مثالي. بما أن الجميع هنا يمكننا أن نقدم لكم هذه ابنتي كارمن. منصور، لقد قابلتها قبل بضع سنوات، هل ما زلت تتذكرها؟ كارشون بينما مشت كارمن وأمت برأسها لمنصور ابتسمت بأدب. قال منصور يبتسم ويقف على عجل: نعم عمي سواس، أنا أعرف كارمن. لقد أصبحت كارمن بالتأكيد أكثر جمالا على مر السنين. قالت الجدة وهي تحدد مقاعدهم بعد وصولهم: لا تبقي واقفة، لا تبقي واقفا. اجلس رشوان، اجلس بجانبي. كارمن، اجلسي مع منصور. لم تروا بعضكم البعض منذ سنوات، لذا يجب أن تتجاذب أطراف الحديث الليلة. صرخ عدو من عائلة السواس: جدتي، هذا الكرسي متسخ. لوحت الجدة بيدها وقالت: لا بأس، سأحضر الخدم لتغييره. قالت الجدة بسخط لفارس ويقف بجانب رشوان: ما الذي تقف من أجله؟ اسرع واحضر كرسيا نظيفا. هل أنت جديد؟ أليس لديك أي مبادرة؟ عبس فارس دون أن ينبس بمن شفه. ارتعش طرف عيون رشوان وهو يشرح: أمي، هذا هو حفيدك المستقبلي، لذا كوني لطيفة، وإلا فقد يكون عاقا لك في المستقبل. ماذا؟ سألت الجدة في حالة ذهول. هو حفيد المستقبلي؟ صدم الجميع أيضا. سأل منصور كارمن بفضول شديد: كارمن، هل هو خطيب أحد أبناء عمومتك؟ ألم تكن متهورة للغاية في اتخاذ القرار؟ كانت الجدة في حيرة أيضا وسألت: هل هو صديق مريهان؟ كيف تجرؤ على بدء المواعيد خلف ظهري بينما يجب أن تدرس؟ هز رشوان رأسه وأجاب: أمي، إنه ليس صديق مريهان، إنه صديق كارمن. ألم أخبرك عن شاب اسمه فارس بمستقبل مشرق؟ يشكل فارس وكارمن ثنائيا رائعا. هذا هو فارس. فارس، تعال وسلم على جدتك. ابتسم رشوان بلا توقف، لكن الجميع صعقوا عندما سمعوه. فوجئ منصور بشكل خاص، لذلك تحول تعبيره إلى الظلام على الفور. تغير وجه الجدة قليلا أيضا. بعد كل شيء كان الجميع في عائلة سواس يدركون أن الجدة نظمت التجمع للمساعدة في التوفيق بين منصور وكارمن. لكن هذا الخاسر ظهر من العدم. تمتم أحد أفراد عائلة السواس على مائدة العشاء. من المحتمل أن يصبح هذا الأمر مثيرا، ولكن كانت هناك بعض الأشياء التي يعرفها الجميع ولم يتحدثوا عنها أبدا. لذلك استمر معظمهم في تناول الطعام دون أن ينبس بمنتشفة. لكن الجدة لم تستطع قبح جماح نفسها وقالت بغضب: رشوان، ما الذي يجري؟ لماذا لم تقل أنك ستحضره؟ هذه العائلة لديها معايير عالية، لذلك لا يمكننا السماح لأي رجل عشوائي بالدخول. كان يجب أن تخبرني على الأقل أنه قادم وتدعني أقرر ما إذا كان لديه الحق في الجلوس وتناول العشاء مع عائلة سواس أم لا. بدت السيدة العجوز غاضبة بشكل خافت. لقد وعدت ليلتو منصور بالمساعدة في كسب كارمن، لذلك كان من المشكوك فيه أن يكون هذا بمثابة صفعة قوية على وجه السيدة العجوز. عفوا يا شباب. ولم يكن من العجيب أن تغضب. قالت كارمن وهي تضحك: جدتي، أنا من أحضر فارس إلى هنا. ألم تكوني تستعجلين للزواج؟ بما أننا كنا نقيم مأدبة عائلية فقد أحضرت فارس لكي تريه. ثم أمسكت بذراع فارس وأشعت بابتسامة مشرقة على جدتها. شعر فارس بعدم الارتياح في كل مكان عندما أحس بنعومة كارمن ودفئها. ارتعش طرف عين فارس بمهارة. لقد اعتقد أن كارمن يجب أن تحصل على جائزة أوسكار في التمثيل عن تمثيلها المذهل. قالت جدتها بغضب شديد: كارمن، لقد استعجلتك، لكن لا يمكنك العثور على أي رجل لمجرد أنك كنت يائسة. سيتعين على زوجك المستقبلي الحفاظ على كرامة عائلة السواس، لذلك لا يمكنني أن أجعلك تواعدين رجلا عشوائيا. أثار وجود فارس غضبها بالفعل. علاوة على ذلك بدا وكأنه فقير. كيف يمكن أن يرتدي الجنس والأحذية الرياضية في زيارته الأولى؟ في البداية اعتقدت أنه سائق رشوان، مما لا شك فيه أن هذا جعل السيدة العجوز أكثر غضبا. أوضحت كارمن: جدتي، كيف يمكنك أن تقولي ذلك؟ لا يمكننا الحكم على الكتاب من غلافه. فارس لا يصدق. فارس هو الذي اكتشف تلك اللوحة التي كانت تساوي الملايين واشتراها مقابل لا شيء وأعطاها لأبي. قالت الجدة وهي تهز رأسها: تلك اللوحة، ربما استخدم كل الحظ في حياته لشراء تلك اللوحة. كيف يمكن اعتبار الحظ قدرة؟ منصور لديه قدرة حقيقية وقدرة
على مساعدة والده في إدارة أصول بمليارات الدولارات بمفرده. قال رشوان وهو يضحك ويسوي الأمر: كفى يا أمي، بما أن فارس موجودا هنا بالفعل فلماذا لا نعطيه مقعدا؟ علاوة على ذلك يمكنك أن تنظري إلى رجل عجوز فقير، ولكن ليس إلى شاب فقير قد يكون له مستقبل لا حدود له. ماذا نعرف عما يخبئه المستقبل؟ ربما في غضون بضعة عقود قد يصبح فارس مشهورا في مدينة نصر. أنا أثق بكارمن. ثم جلس فارس مع كارمن. سألت الجدة وهي تهز رأسها وظلت غير راضية عن فارس. يصنع اسما لنفسه في مدينة نصر. الجميع يحملون مثل هذه الأحلام، لكن في النهاية الرجل الأكثر نفوذا في مدينة نصر هو السيد حامد. في مقاطعة المقطم بأكملها، أليس السيد شداد هو الشخص القوي الوحيد الآخر الذي ظهر؟ هل تعتقد أنه سيصبح شخصا مثل السيد حامد أو السيد شداد في المستقبل؟ لكنها توقفت عن جعل الأمور صعبة على فارس وسمحت له بالجلوس. بعد كل شيء كان منصور حاضرا، لذلك سيكون من العار إذا جعلت الأمور صعبة للغاية على فارس. قالت الجدة: حسنا، هل الجميع هنا؟ ارسلوا الطعام. ثم تم إرسال الأطباق إلى مائدة الطعام. بدأت المأدبة رسميا. سأل منصور وهو يمد يده ويساعد كارمن في جمع بعض الأرز: كارمن، أتذكر أنك كنت تحبين عصيدة البابايا أكثر من غيرها. هل أحضرت لك بعضا؟ هل أحضر لك بعضا؟ ثم أجابت كارمن: لا شكرا، سيحضر لي صديقي بعضا. صحيح يا فارس. ركض كارمن فارس من تحت الطاولة عندما لم يرد وحدقت به بشدة. قام فارس بتقديم وعاء من الأرز إلى كارمن على مضض. كانت كارمن على وشك الموت من الغضب عندما رأت هذا. تبا، هل أنا بغيضة إلى هذا الحد؟ على الرغم من أن كارمن لم تكن معجبة بفارس، إلا إن النساء كن تنافسيات في القلب. كان فارس دائما مدروسا كلما تناول العشاء مع كاميليا. كان يحضر لها الطعام والأرز وكان مراعيا للغاية. لكن هذا الوقت لم يكلف نفسه عناء كارمن، مما جعلها بلا شك تشعر بالإهانة. كانت هذه هي المرة الأولى التي تفقد فيها كارمن الثقة في سحرها. يتبع الفصل 619. هذا هراء. استمرت المأتبة وكان منصور يتحدث مع كارمن بين الحين والآخر، لكن كان من الواضح أن كارمن غير سعيدة. في كل مرة يسألها منصور سؤالا كانت تتوجه إلى فارس وتسأله بدلا من ذلك: فارس، ما رأيك؟ لا أعرف أيضا، دعني أسأل فارس، دعني أسأل فارس. فارس. ظلت كارمن تنادي فارس باسم فارس يمينا ويسارا وتبدو مطيعة له. على الرغم من أن منصور حافظ على مظهره هادئ، إلا أن نظرته إلى فارس كانت تحمل العداء والبرودة. بما أن كل ما تهتم به كارمن هو فارس، لم يجعل منصور الأمور صعبة على نفسه من خلال الاستمرار في محاولة كسب ودها. كان يعرف النساء جيدا. كلما حاولت إرضاءهن قل إعجابهن بك. سيكون من الحكمة إظهار مدى تميزه، وكما يقول المثل: إذا كان نبيلا ومستقيما فسيكسب الود دون حتى أن يحاول. كان واثقا من أنه إذا كان رائعا بما فيه الكفاية فلا توجد طريقة لن تقع كارمن في حبه. في تلك اللحظة نظرت الجدة إلى منصور وابتسمت بسرور. سألت الجدة وهي تبتسم: منصور، هل أتيت مفردك؟ هل جاء والدك أيضا؟ سمعت أن وليمة البحر والسماء ستقام في غضون يومين. بما أن عائلتك مكرم هي واحدة من أكثر العائلات نفوذا في مدينة التوفيقية، لابد أنك تلقيت الدعوة، أليس كذلك؟ قال منصور: جدتي، لقد تلقينا دعوة، لكن والدي مشغول للغاية بالشركة ولا يكون الوصول إلا في يوم رأس السنة الجديدة. كنت متشوقا جدا لرؤيتك، لذلك جئت قبل يومين. أسعدت كلماتها الجدة أكثر. قالت السيدة العجوز بعمق: تحظى عائلة مكرم باحترام أكبر. يمكن لعائلة السواس أن تقتحم صفوف عائلة النخبة بالقوة فقط لأننا في مدينة نصر، لكننا ناس جيدين بما يكفي لحضور مأدبة البحر والسماء. كارمن، ألا تفهمين؟ إذا كنت تبحثين عن زوج يجب أن تجدي شخصا مثل منصور، ثم يمكنك مقابلة الأشخاص الذين يقفون على قمة هذا المجتمع. ثم نظرت السيدة العجوز إلى فارس وقالت: أوه نعم، أنت فارس أليس ذلك؟ لم أسأل ما الذي يفعله والدك لكسب لقمة العيش. أين تعمل الآن؟ شحب وجه كارمن. سارعت إلى المقاطعة دون انتظار رد فارس. جدتي والد فارس يديران عملا في الخارج، لذلك بالكاد يكونون في المنزل. عرض أبي على فارس راتبا قدره $1,000,000 واستدركه من الشركة صديقتي المقربة ليكون كبير المسمنين في مجموعة السواس. تفوهت ابنة عم كارمن الصغرى: ماذا؟ فقط $1,000,000؟ كارمن، سمعت أمي تقول إن منصور يكسب أكثر من $100,000,000 سنويا. أليس بعيد جدا في المقارنة؟
حدق كارمن بها وقالت: فقط تناولي طعامك، الكبار يتحدثون لا يجب أن تقاطعيهم. أغلقت ابنة عم كارمن الصغرى فمها بسرعة. انحنت زوايا شفتي منصور إلى أعلى بشكل لا يمكن السيطرة عليه. في البداية أعتقد أن الرجل الذي فضلته كارمن يجب أن يكون موهوبا، لكنه انتهى به الأمر إلى لا شيء. قال منصور يبتسم بشكل غامض في لحظة. بدأ أن يكتشف شيئا خاطئا من ردة فعل كارمن. فارس، هل تدير عائلتك شركة أيضا؟ ما هو عملك؟ هل تمانع في مشاركتنا المزيد؟ ربما تتاح لي الفرصة للتعلم منك. قالت كارمن التي كانت على وشك المساعدة في التستر على فارس، عائلة فارس. قالت السيدة العجوز وهي توبخ كارمن: كارمن، لماذا تقاطعينه؟ ألا يستطيع صديقك التحدث بمفرده؟ ثم صمتت كارمن لكنها ظلت تنظر إلى فارس. كانت تلمح بوضوح إلى فارس ليخرج بقصة جيدة، لكن فارس تجاهلها وأجاب بهدوء: أخشى أن أخيب ظنك. والدتي لا تملك شركة، إنها مجرد مزارعة بسيطة. ماذا مزارعة؟ صدم الجميع. ارتعش وجه رشوان. أمسكت كارمن جبينها: لقد انتهى كل شيء الآن كما هو متوقع. قالت ابنة عمة كارمن الصغرى بغضب: ألا يجعله هذا مزارعا؟ كارمن، كيف يمكنك مواعدة مزارع؟ إنه أمر محرج. لكن السيدة العجوز كانت غاضبة. ثم سألت رشوان بسرعة: رشوان، ما الذي يجري؟ كيف يمكنك السماح لكارمن بالزواج منه؟ هذا هراء. قال رشوان على الفور بمرارة بصوت عميق: أمي، العائلة التي نولد فيها لا تعني شيئا. إنها جيدة بما يكفي طالما إن فارس موهوب. حتى مزيد كحل الشهير كان في يوم من الأيام مزارعا، وكان الإمبراطور المؤسس لسلالة النور خلفية متواضعة. لكن ألم ينتهي بهم الأمر إلى الوصول إلى قوة لا مثيل لها؟ كفى، توقف عن محاولة خداعي. في تاريخ أردنار العظمى كم عدد أمثال مزيد كحل الموجودين؟ كم عدد عامة الناس الذين أصبحوا أباطرة؟ قاطعت السيدة العجوز بغضب بصوت بارد: هل تعتقد أن هذا الرجل هنا مقدر من السماء وأنه تنين حقيقي؟ وعلى الرغم من أن رشوان كان رب عائلة السواس، إلا أنه أسدل رأسه في صمت بعد أن وبخته والدته. لاحظ منصور مدى توتر الجو أثناء العشاء فابتسم وقال: جدتي، لماذا تغضبين ونحن نتناول عشاء رائع؟ كارمن لا تزال صغيرة وعديمة الخبرة، لذلك من الطبيعي تماما أن تنخدع. لقد كنت في سنها ذات مرة أيضا. لذلك أعلم أنها ستتعلم في الوقت المناسب. من هذا المنظور، أليس هذا درسا جيدا أيضا؟ كان العم سواس على حق أيضا. ربما يكون فارس موهبة نادرة حقا. بغض النظر عن أي شيء يجب أن نعتني بصحتك ولا تنزعجي. لا يمكنك التصرف في شؤون القلب. علينا أن نأخذ الأمور خطوة بخطوة. بدأ منصور مهذبا لدرجة أنه ترك الجميع في عائلة السواس معجبين بشدة. تنهدت السيدة العجوز وصفقت له: انظري فقط إلى منصور، لديه الشخصية الحقيقية لرجل من عائلة غنية ونافذة. إنه واسع الأفق بشكل غير طبيعي ويتمتع بالنزاهة. كارمن، أنا لا أطلب منك الزواج من عائلة غنية ونافذة من أجل خلفيتها. ما يعجبني فيهم هو تحضرهم. فقط قارني بين فقيرك من الريف ومنصور. على الرغم من أنه مجرد عشاء عائلي، إلا أنه لا يزال يعتبر حدثا رسميا بالنسبة لهم. عليك فقط أن تنظري إلى كيف يرتدي منصور والفقير لتري الفجوة الكبيرة بينهما. وصلت السيدة العجوز بعمق وهي تمدح أحدهما وتنتقص من الآخر. يتبع الفصل 620 آخر مرة. وصلت السيدة العجوز السواس إلقاء محاضرتها على كارمن، لكن منصور ضحك بلطف وقال: جدتي، لماذا تتحدثين عن هذا مرة أخرى؟ لماذا لا نتحدث عن شيء آخر؟ جدتي، في العام المقبل سأنقل إلى مدينة نصر. نحن نخطط لتوسيع عملياتنا في مدينة نصر. بما أن هذا يعني أنه يمكنني رؤيتك في كثير من الأحيان، فقد تطوعت لإدارة مكتب فرع مدينة نصر. عندما يحين الوقت يمكنني أن أراك وكارمن بسهولة أكبر. قالت السيدة العجوز: أوه، حقا هذا رائع. كانت سعيدة على الفور عندما علمت أن منصور سينتقل إلى مدينة نصر. ثم يمكن أن يرى منصور وكارمن بعضهما البعض في كثير من الأحيان، مما سيساعد بلا شك في تحسين علاقتهما. قالت السيدة العجوز بقلق: هل وجدت مكانا للإقامة؟ إذا لم تتمكن من العثور على مكان جيد فسأجعل رشوان يساعدك. هز منصور رأسه وأجاب: جدتي، أنا بخير. لقد اشتريت مكانا عند سفح جبل هيمالايا، فيلا الرماح. ماذا؟ فيلا الرماح؟ هذه واحدة من أفضل المجمعات السكنية في مدينة نصر. الفيلا الواحدة
هناك تساوي 200 أو 300 مليون دولار على الأقل، أليس كذلك؟ إنها تأتي في المرتبة الثانية بعد كسر جبل هيمالايا في الفخامة، أليس كذلك؟ منصور ثري حقا. شعر جميع فئة السواس بالإثارة عندما سمعوا أنه اشترى منزلا في منطقة جبل هيمالايا. صرخت ابن عمة كارمن الصغرى بصوت عالي على الفور في حسد. على الرغم من أن مجموعة رشوان كانت تبلغ قيمتها السوقية حوالي 100 مليون دولار، إلا أنها كانت مجرد ما حققته السوق، وكانت في الواقع مبالغة. على أي حال، كان من المستحيل على عائلة السواس شراء فيلا تبلغ قيمتها بضع مئات الملايين. سأل منصور ويهز رأسه. 300 مليون دولار كان هذا سعرها السابق، لقد زاد سعره الآن أكثر من ذلك بكثير، لذا فإن أرخص وحدة تجلب 500 مليون دولار. على الرغم من لهجة منصور اللامبالية، فقد صدم الجميع لسماع سعر السوق. عند سفح جبل هيمالايا، ألا يعني ذلك أنك ستعيش تحت السيد شداد وتكونون جيرانا؟ عندما اشترى السيد شداد منطقة جبل هيمالايا ذات المناظر الخلابة بالكامل مقابل 50 مليار دولار، هز الخبر مدينة نصر حتى صميمها. السيدة العجوز كانت تعرف ذلك بطبيعة الحال. فوجئت أكثر عندما علمت أن فيلا الرماح تقع مباشرة أسفل قصر جبل هيمالايا. ابتسم منصور بفخر وهو يهز رأسه وأجاب: نعم جدتي، الكل يريد أن يكون جارا للسيد شداد، لذلك ارتفع سعر فيلا الرماح بشكل جنوني. تمكنت من الحصول على هذه الوحدة فقط بسبب معارفي. لقد حصلت على الفيلا منذ أيام قليلة، ومعظم أساسي موجود هنا. إذا أرادت جد رؤيته، يمكنني أن أخذك إلى هناك الليلة، ربما قد نصادف السيد شداد. نعم نعم منصور، أريد أن أراه. توسلت ابنة عم كارمن الصغرى وهي تركض قبل أن تتمكن السيدة العجوز من الرد. ابتسمت السيدة العجوز السواس وقالت: حسنا، إذا كنت تريد الذهاب، يمكننا الذهاب بعد العشاء مع منصور. يجب على الشباب خاصة الذهاب ورؤية كيف تقارن من نفسك بمنصور. في المستقبل يجب أن تحاولوا جميعا أن تكونوا متميزين مثل منصور. تردد صدى ضحك السيدة العجوز في القاعة. بعد أن وافقت السيدة العجوز على السماح لهم بزيارة فيلا الرماح، أصبح الجو أكثر حيوية بشكل واضح. دردشت عائلة السواس بلا توقف، وظلوا يسألون عن منصور ويتملقونه. فارس وحده كان هادئا بشكل خاص على النقيض معا من ذلك. كان رشون فقط يتحدث إلى فارس بين الحين والآخر. يبدو أن بقية الطاولة كانوا يتجاهلون فارس، ذلك لم يتحدث إليه أحد. بدا وحيدا جدا. زاد مشهد هذا الأمر من غرور منصور في قلبه. كانت هناك نظرة خافتة على إنه الفائز في عينيه عندما نظر إلى فارس الآن. ألقى أفراد عائلة السواس والآخرون نظرة على فارس بين الحين والآخر فقط، لا يهزوا رؤوسهم بازدراء. لم يكن سوى ضفدع يشتهي كارمن. الآن لابد أنه يشعر بالحرج. نظر إليه أفراد عائلة السواس بشفقة، لكن فارس لم يشعر بالدراما التي شعروا بها في قلبه. ظل يائسا يشرب الشاي وينهي العشاء بهدوء دون أن بس بمتشفه. تعامل فارس مع هذه القضية على إنها عمل منذ البداية. بعد المأدبة لن يكون له علاقة بهؤلاء الأشخاص على مائدة العشاء. كانت مجرد مجموعة من الأشخاص غير مرتبطين به، فلماذا يهتم فارس برأيهم فيه؟ بما إنه كان مشغولا بما فيه الكفاية، لم يكن هناك جدوى من إضاعة عاطفته وطاقته على هؤلاء الأشخاص التافهين. انتهت مأدبة عائلة السواس بعد أن ملأ الجميع طعامهم وشرابهم. بعد انتهاء المأدبة، استعد العديد من أفراد عائلة السواس لزيارة فيلا منصور. استعد فارس بطبيعة الحال للمغادرة. بعد كل شيء انتهى العرض، لذلك لم يكن هناك أي معنى لبقاء فارس. قال رشوان: فارس، هل ستغادر؟ ألن تذهب إلى فيلا الرماح لإلقاء نظرة؟ إذا كنا محظوظين يمكننا حتى أن نصادف السيد شداد. شعر رشوان بالذنب الشديد اتجاه فارس بسبب ازدراء أفراد عائلة السواس الآخرين. بعد كل شيء كان رشوان هو الذي دعا فارس للمساعدة، لكن انتهى الأمر بإهانة فارس، لذلك لم يستطع رشوان إلا أن يشعر بالذنب. هز فارس رأسه وأجاب: لا شكرا عمي السواس، أنا مشغول، لذلك أنا ذاهب. قال رشوان قبل أن يأمر السائق بإعادة فارس إلى المنزل: حسنا، بما أنك تصر على المغادرة فلن أبقيك، سلام. أعد فارس. ثم جاءت ابنة عم كارمن الصغرى تمشي وقالت لفارس بازدراء: أنت الجدة تريد أن تراك. صرخ رشوان بغضب في اللحظة التي سمعها: كيف يمكنك التحدث معه بوقاحة؟ ناديه بسهرك. أخرجت ابنة عم كارمن الصغرى لسانها قبل أن تنطلق. التفتت لتقول وهي تركض: اسرع، الجدة تنتظرك
الجدة تنتظر لرؤيتك. لكن فارس عبس. ما الذي يمكن أن تحتاجها السيدة العجوز منه؟ كان فارس مترددا في الذهاب من أعماق قلبه. بعد كل شيء وافق فقط على مساعدة رشوان في تقديم العرض في المأدبة الليلة واحدة. هل كان عليه أن يقدم عرضا آخر الآن؟ ابتسم رشوان بمرارة وهو يقول بعمق: فقط مثل هذه مرة أخرى. سأرد لك الجميل عندما تذهب. فقط استمع إليها وأجب عما تسأله. لا تقلق، أمي لديها مزاج سيء، لكنها لا تضع الشباب في موقف صعب. فقط تذكر ألا تجادل معها. بالنسبة للباقي سأعتني به. لف فارس عينيه وهو يقول: رشوان، حسنا، هذه هي المرة الأخيرة. سأغادر بعد أن أنتهي من الدردشة مع الجدة. لا أحد يستطيع أن يجعلني أبقى. طب تمام كده يا شباب، يعني ايه حلو كده. ساعة ساعتين كده ولا حاجة برضو اروح منزل اروح منزل تاني. يعني انا هجرب كده كام حاجة كده بسرعة. تمام. حتى نوصله حتى لغاية، انا هنزل تقريبا كده ممكن لغاية الفصل 700 ولا حاجة ان شاء الله. يعني خلال 3 4 ايام كده نكون مخلص لغاية ال 700. هشد حيل انا اليومين دولت. ولو بس يعني احنا نعمل احنا نعمل اللي علينا والباقي كله على ربنا احسن وخلاص. بس كده. وطبعا اللي لسه ما اشتركش في القناه يحاول يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل ما هو جديد. وضغطوا يا جماعه لايكات. تمام. انا مش عارف والله انتوا يعني هو اللايك بيعض ولا ايه، انا مش فاهم بصراحه. والاشتراك دوت بيعض ولا ايه، انا برضه مش عارف. يعني قدروا يا جماعه، قدروا والله العظيم المجهود اللي احنا بنعمله والتعب اللي احنا بنعملوه. يعني شجعوني عشان انزل. انا مستعد على فكره، يعني ممكن مستعد، والله مستعد اخلص لكم الروايه ديت النهارده. يعني شفت انا بقول لكم ايه، انا مستعد اخلصها النهارده. اللي هو يعني لغاية بكرة الساعة 12 أكون مخلصها. بس انتوا ساعدوني. يعني انتوا لو ظبطتوني كده وساعدتوني هيبقى تمام وزي الفل. ايه يعني بخلص انا قول 10 فصول مثلا في ساعة. ده لا، 15 فصل في ساعة. تمام. يعني 150 في 10 ساعات. تمام. 300 في 20 ساعة. وانا عادي بالنسبة لي، انا كده كده اصلا انا كنت مخلص الرواية ديت في حوالي يومين. انا كنت شاريها اصلا. انا كنت شاحنها. يعني انا شاحن الرواية ديت بشوق شوية بصراحة. فمتى دافع فيها فلوس حلوه. يعني انا دافع فيها تقريبا بتاع ممكن 2000 ونص ولا حاجه. ماشي، ايام ما كان معايا فلوس يعني الحمد لله. فانا طبعا فاتح فيها في كل الفصول يعني. ماشي. بس كده المهم اسيبكم انا بقى. وان شاء الله كده ساعه ساعتين كده ولا حاجه اروح منزل كمان 5 فصول. وشويه برضو كده اروح منزل كمان 5 فصول ان شاء الله يعني. يا مسهل الاحوال. وسلام.